السلام عليكم يا شباب. النهارده هنعمل لكم اكله جميله. هي صينيه بطاطس باللحمه زي ما انتم شايفين كده. ده هيبقى الشكل العام. ما تنسوش بقى اللايك والسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد من قناه اساطير الطعم. زي ما انتم شايفين كده المقادير: عندنا 4 طماطمات، وعندنا بصلتين متوسطين الحجم، و6 فصوص ثوم، ومعانا قرنين فلفل، ومعانا 4 بطاطسات، وبدنجانية ضفناها عشان فيها نسبة الحديد بردك، دي إضافة عشان ده الجديد بقى اللي احنا بنقدمه في القناة الجميلة بتاعتنا، قناة أساطير الطعم. وطبعا معانا التوابل الحلوة، ال7 بهارات والملح والكمون والفلفل ومعلقة كل. وهنشوح بقى ايه لحمتنا. معانا 1.4 كيلو لحمة، قطعناها طرنشات كده وشوحناها في معلقه سمنه، وبعدين سويناها، وبعدين نشلناها زي ما انتم شايفين كده وركناها بره. والشوربه دي هنستفاد بيها بعدين. وبعدين زي ما انتم شايفين كده المقادير، بنخلط المقادير زي ما انتم شايفين: البطاطس والبصل والفلفل وزي ما انتم شايفين كده الحاجات الجميله جدا. مش عاوز اقول لكم الريحه وريحه تشويحه اللحمه نفسها جميله، وما اقولكوش بقى حاجه جميله. الحاجه التانيه ان احنا بنعمل كل الحاجات دي بعد ما نضيف بقى البهارات والحاجات دي. مش هنحط الكلام ده في الفرن، احنا هنعمله على عين البوتاجاز من فوق زي ما انتم شايفين كده بعد ما خلطنا وكده. وهنضيف معلقتين من من مخلوط من خليط الطماطم او معجون الطماطم عشان بتديها طعم. وزي ما انتم شايفين كده هنشتغل على عين البوتاجاز عشان توفير للغاز والكلام من ده. وبعدين بعد كده ندخلها الفرن تاخد الوش بتاعها على الشوايه، وكده يبقى هيطلع الشكل الجميل اللي انتم شايفينه كده. ما تنسوناش بقى من اللايك والسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم.